ما تخليش حمار مشاعرك يسوقك. دي شمس كانت مخطوبة للمعلم عبد متجلي، والمعلم عبد متجلي وقع على وشه على اسفلت خط سريع ويحب شمس، بس طبيعة شغله كانت بتخليه يسافر كتير ويغيب بالشهرين والتلاتة، وشمس قاعدة في البلد شايفة صاحبتها اللي مخطوبة برضه بتطلع وتتفسح مع خطيبها. وطبعا الغيرة هنا تولع الدنيا، وبعد الغيرة تسكت شمس؟ لا طبعا والله لم نكد عليها، وتزعل من عبد المتجلي بسبب غيابه اللي هو اصلا مضطر يغيبه عشان يجيب فلوس ويتجوز. بس هي مالها يتجوزها ولا لا، هو دلوقتي سايبها لوحدها، هي ملهاش دعوة. هنا شمس دخلت في مغالطة الاستدلال العاطفي. في دماغ شمس حاليا في صوت بيقول انا حاسه اني لوحدي وزعلانه ومتضايقه وغضبانه، وعبد متجلي اصلا مش بيحبني، هو لو بيحبني كان قاعد معايا وما سافرش، ودماغها تجيب وتودي. طيب ازاي الشمس وقعت في المغالطه دي؟ هي هنا خدت احساسها بالزعل والوحده والغضب كدليل قاطع على ان عبد المتجلي مش بيحبها، يعني علشان هي متضايقه فهو كده مش بيحبها، ما مش عارف. هي ما فكرتش بشكل منطقي ان سفر عبد المتجلي ده جزء من طبيعه شغله وهو ملوش يد فيه، وان عبد المتجلي بيعمل كده عشان يبني مستقبلهم سوا، وده دليل على حبه واهتمامه. واحساس الوحده اللي عندها ممكن يكون ليه اسباب تانية، زي انها محتاجه تشغل وقتها بحاجه مفيده او تقضي وقت اكتر مع اهلها واصحابها في غياب عبد المتجلي. المشكله اللي وقعت فيها شمس انها خلت مشاعرها السلبيه هي اللي تحركها وتوجه تفكيرها، فمسكت اول تفسير جه في بالها واللي هو عبد المتجلي مش بيحبني، وده كان تفسير مبني على العاطفه بس مش على حقائق منطقيه. وخلي بالك المشاعر غالبا مضلله وما بتكونش دليل كافي لوحدها عشان تحكم على موقف او شخص. يعني لو زعلان من حد مش معنى كده انه الحد ده وحش اصلا او عمل حاجه غلط، ممكن يكون الموقف ليه ابعاد تانية خالص، بس مشاعرك خلتك تشوف الموضوع من زاويه واحده بس. حاول دايما تدي نفسك فرصه تفكر بالمنطق وتشوف الصوره كامله قبل ما تاخد قرار او تحكم على موقف. مشاعر ممكن تكون انذار بس مش هي الدليل النهائي. وبس كده، معلومه بسيطه تفرق كتير. لو استفدت متنساش اللايك والشير، واستناني في اللي جاي.